السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم في فيديو جميل جدا جدا جدا، صدقني اللي هو هيعجبك. في حاجات كل يوم بنعملها مش بناخد بالنا منها، وهي السبب اللي بتخلينا مش بنتقدم. النهارده هتكلم عن 5 حاجات لازم تبطلهم خالص عشان تخلي نفسك تتقدم لقدام وما ترجعش لورا، وكمان علشان تحس بفرق كبير في حياتك. رقم 1، المقارنة بالناس. المقارنة بتسرق فرحتك، مش لازم نقارن نفسنا بحد، دي حاجة بتقتل. واحنا مالنا بالناس؟ كل واحد ليه رحلته خاصة، ما تضيعش وقتك وتبص على غيرك، يقول بص ده بيعمل كذا وبص ده بيعمل كذا. خليك في حالك، انت هتبقى احسن منه. صدقني كل واحد عنده ظروفه، انت مالك بيه؟ خليك في حالك، اوعى تقارن نفسك بيه. ركز على تطوير نفسك بدل ما تقعد تقارن نفسك بده وده. رقم 2، تأجيل الشغف والتسويف. التسويف ده عدو للنجاح، لانك كل ما تأجل فرصتك بتقل اكتر للنجاح. خد خطوة حتى لو النهاردة، المهم تبدأ حتى لو صغيرة. ذاكر، تكتب لك كلمة تستفاد لك حاجة. وتالت واحدة وهي اهم واحدة، الخوف من كلام الناس. كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر. كلام الناس ايه ده بيصور؟ مهما عملت في ناس هتفضل تتكلم. عيش حياتك زي ما انت عايز وبإرادتك، ما تخليش رأي الناس يتحكم فيك، لأنهم عمرهم ما هيرضوا حتى لو مهما عملت. اعمل اللي يناسبك وما تركزش وراهم، وركز على نجاحك، والحاجات اللي ملاش لازمة تبعدها من دماغك. رابع حاجة، التمسك بالماضي. الماضي انتهى والجاي أهم. ما تفضلش عايش في الحاجات القديمة والأخطاء القديمة. أنا عملت كذا، أنا مش عارف أنسى. طب ليه؟ ما تركز وحاول تنسى وتتقدم لقدام. او اي زعل فكك من كل ده، ما تخليش حاجة توقفك. اتعلم من الماضي وما تخليش حد يوقفك. خامس حاجة، انك تعيش في كومفورت زون، اللي هي منطقة الراحة. يعني الحاجة اللي انت بتخاف منها اصلا ان انت تعملها هي الحاجة اللي انت محتاجها اصلا. ما تخليش الخوف يكون محلك سر. جرب حاجات كتيرة وافتح ابواب كتيرة. لازم تجرب ولازم تعيش. كل ما انت بتخرج من منطقة كومفورت زون بتعيش حياة جامدة، او بتعيش حياة يعني جميلة. لو بطلت الحاجات دي هتحس بفرق كبير. قول لنا في الكومنتات ايه اكتر حاجة انت عايز تبطلها او انت هتبطلها. وبس، سلام. متنساش اللايك والاشتراك عشان بس نبقى متفقين. وليه يا حبيبتي نسمعهم؟ انا عاشق بسمعهم.